مأخوذة منها. اللغة البهلوية كانت من أغنى اللغات الآريانية، وكتبت بها الكثير من الوثائق والكتب، حيث أنه في الفترة الواقعة بين القرن الثالث والسابع الميلادي تمت كتابة كتب وسجلات مثل زند آفيستا وأزدفيراس نامج ودينجرت وبوندهش ويندنامجي زراتوشت ومينوكي خرت، التي هي مكتوبة باللغة البهلوية، وكذلك ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وآية نامة وشطرنج نامة وغيرها. كل هذه كانت كتب كردية مكتوبة باللغة البهلوية، وتمت ترجمتها إلى اللغات الفارسية والعربية. ومع الأسف المؤرخون والكتاب يدعون بأن هذه الكتب كانت باللغة الفارسية وتمت ترجمتها من الفارسية إلى العربية، ولكن في الحقيقة كانت لغة كردية ترجمت إلى اللغات الفارسية والعربية. هذه المعلومات مأخوذة من كتاب الدكتور جمال رشيد أحمد، ظهور الكرد في التاريخ، دراسة شاملة عن خلفية الأمة الكردية ومهدها، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، أربيل سنة 2005، صفحة 126. وأيضا من نفس المصدر قسم من هذه المعلومات من صفحة 464.